يلا النهاردة بقى نعمل رز بسمتي بالبسلة والجزر. عايزين بقى البسلة تبقى صاحية معانا كده هي والجزر ما تبقاش مختفية، وتبقى لونها كده اخضر مع لون الجزر برضو كده، الاتنين كده مع بعض يبقى الالوان كده ناطقة معانا، والرز كده يبقى مفرفر، والبسلة كده لونها كده مش مستوية قوي يعني ولا نية قوي. وطعم كده خرافي للرز النهاردة. اول حاجة معانا بصلاية كده هنحمرها، يعني يبقى لونها ذهبي. عايزين البصلاية كده يبقى لونها ذهبي، في اي مادة دهنية، سمنة، زيت او سمنة. ومعاها كده ورق لوري وعود قرفة وقرنفل و وحبهان. احنا حطينا طبعا المكونات دي علشان خاطر نطلع النكهة والريحة اللي موجودة في القرفة والحاجات والقرنفل. وبعد بعد ما البصل اتحمر معانا هنضيف الرز الرز مغسول، ومعلقة كبيرة كركم وملح وكمون، معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة فلفل اسمر، وهنقلبهم كده قبل ما نضيف الشوربة. احنا عايزين اما نحطش البسلة والجزر لما الرز يستوي معانا نص سوا. هنغطي كده الرز بالشوربة، وهنسيبه كده لما الرز يستوي 50%. لما يستوي 50%، التكة دي بتخلي البسلة والجزر ما يطهروش معانا في الرز، ويفضلوا كده صحيين كده ويدوا الالوان جميلة. يبقى الطبق كده طبق الرز بالبسلة كده، الرز والبسلة كده، البسلة لونها اخضر والجزر بيبقى كده لونه جميل. هنضيف البسلة بالشكل ده، وهنوطي النار خالص لما الجزر والبسلة يستووا تماما. نتأكد ان نعرف منين نلاقي الجزر استوى، نعرف كده ان البسلة كده اكتمل سوى الوصفة بتاعتنا النهاردة. كده شكلها بعد ما ضفنا البسلة والجزر هنقلبهم كده. بعد يعني هنضيف البسلة والجزر ونغطيها ونسيبها كده 5 دقايق، وبعد كده نقلبهم بالمنظر ده. وبعد كده هنوطي النار خالص لما نتأكد ان الجزر استوى. لما الجزر يستوي كده يبقى وصفتنا كمل نضجها وتبقى جاهزة على الأكل. اتمنى الوصفة تنال اعجابكم، يا ريت تجربوها، وما ننساش نشترك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شايفين بقى الجمال البسلة مستوية والجزر وشكلهم اخضر برضو. والسلام عليكم.